السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى زي ما شايفين من الصورة ومن العنوان جبت لكم اماكن حلوة جدا، وهنشوف اجواء حلوة قوي لشهر رمضان. طبعا ناس كتير بتبدأ تزين شققها ومحلاتها وبيوتها بالزينة والمفارش والحاجات الحلوة بتاعت رمضان دي والفوانيس. فطبعا كلنا بنشوف الأسعار دلوقتي سواء على النت الفيسبوك ولا الانستجرام، ولا حتى المحلات اللي حوالينا في المناطق اللي حوالينا العادية يعني. بتبقى الأسعار بصراحة عالية جدا لو احنا عايزين نشتري حاجات كتير. فالأحسن طبعا، وناس كتير ابتدت كتير من فترة كبيرة تتجه للموضوع ده، انها ينزلوا يشتروا من المنبع نفسه اللي هي منطقة الخيامية. بصوا انا جايبه لكم التصوير ده مسجد السيده زينب كده. لو انتوا جايين من ناحيه الكورنيش مثلا او من ناحيه السيده زينب، يبقى المسجد على يمينكم، وبتكملوا شارع بورسعيد ده للاخر لحد ما توصلوا لمتحف الفن الاسلامي، او مديريه امن القاهره القديمه. ده المكان اللي هو عشان ناس كتير مش عارفاها وبتنزل ضرب البرابرة والمناطق دي فيها برضو، بس يعني انا بصراحة حسيت ان المكان ده فيه اشكال اكتر وحاجات متنوعة اكتر، وفيه بقى كل حاجة انتوا عايزينها، مفارش، كوشنز مثلا للليفينج وللصالون والحاجات الكهرباء، السلوك والستاير الكهرباء اللي هي تخص رمضان. كل ده برضو هتلاقوه في شارع الخيامية من أول مديرية الأمن كده لغاية جوه، لغاية ما توصلوا الضرب الأحمر. بصوا أنا نزلت كده من الأوبر اللي كنت راكباه. بصوا أدي مديرية الأمن القديمة اللي على ايدكم اليمين دي، وده متحف الفن الإسلامي. ده كده اللي جاي من طريق الكورنيش وسط البلد، والناحية التانية دي اللي جاي من الأزهر والعتبة. بتخشوا بقى الشارع اللي جنب المديرية على طول. زي ما انتم شايفين انا جايبه لكم العنوان بالتفصيل عشان ناس كتير بتسأل وبتقول مش بتعرف توصل للخيامية او لشارع الخيامية بسهولة. بس هو الشارع بقى من اوله زي ما انتم شايفين بقى البشاير ابتدت تهل كده. كام محل في الاول كده عارضين الفوانيس، يعني الفوانيس دي بقى للفرندات وللبلكونات وللحاجات دي كلها. من اول الشارع يعني. بص انا ما وصلتش لسه لحد حراز، والمحل ده موجود، ده محل حراس طبعا غني عن التعريف بتاع العطارة. موجود عنده بقى كل حاجة من العطارة والأعشاب وكل حاجة احنا بنحتاجها في الفترة دي. من بعديه على طول بص بقى لقيت المحلات ابتدت تفرش. يعني أنا مش بدري قوي ومش متأخر قوي، يعني في ناس نزلت اشترت حاجتها من أسبوع واتنين قبل كده. وبصوا المحلات برضو اللي موجودة في الشارع ده، هتلاقوا المحلات اللي فيها الشوايات والسيجان بتاعة الكحك والبسكوت والحاجات دي كلها تلاقوها برضو في الشارع ده. بصوا بقى المحل ده عجبني قوي، عجبوني قوي الفوانيس دي، شكلها حلو جدا وجديدة كده، ويبقى شكلها حلو قوي لو اتحطت في بلكونة او في فراندا او قدام باب شقة مثلا. بصوا انا ما سألتش بصراحة الاحجام الكبيرة، اللي هو المربع ده كان عامل 250، والسداسي عامل 350. دول الحجمين بصراحة اللي انا سألت عليهم، عشان دول اللي انا محتاجاهم عندي في الفرندا يعني. فسعرهم انا حسيته مناسب شوية لان هما مش صغيرين، حلوين كبار. ده بقى المحل التاني بتاع الخوص، هسيبكم تسمعوا الصوت عشان تعرفوا الحاجة بالاسعار. حلوة قوي واسعاره قليلة كتير عن بره. انا عايزة اعرف دول باحجامهم عاملين كام السادة. اه بيبدأ من 40 50 و60 وانت طالعه لحد 250 اكبر حاجه. اكبر حاجة في الصواني. اه والكوسترات اللي هي الديكور دي. برضه بتبدأ من حاجات صغيرة كده من 25 ل 350. الشنطة الصغيرة دي بكام؟ السادة ب 90 والملونة منها ب 140. بعد كده بقى تخشوا كمان لقدام شوية على ايدكم اليمين، ده اول محل كبير قابلته بصراحة. عنده بقى كل الاشكال الترندي دلوقتي وكل الاحتياجات اللي انت بتحتاجيها لديكور البيت بتاعك، وباسعار. بصوا ما تشتروش من اول محل تروحوا فيه، دي نصيحة. كل ما بتمشوا بتلاقوا اسعار مختلفة. بصوا لقيت الطبلة دي شكلها حلو قوي وجديدة كده، هي معدن مش خشب زي القدام الصفرة دي. شكلها حلو قوي. دي قال لي الواحده عامله 25 جنيه. بصوا زي ما بقول لكم كده، اول يعني المحلات اللي في الاول دي انا حسيت اسعارها
عالية شوية، غير لما دخلنا لجوه شوية الاسعار برضو اختلفت. آم، آم، في محلات، انا عايزة اقول لكم في محل مثلا سألت فيه على الصواني لقيتها ب120، المحل اللي بعده لقيت الصينية نفس الشكل ونفس الموديل عاملة 90 جنيه. فانتوا ما تاخدوش، يعني اعملوا حسابكم بقى في جولة طويلة شوية ان انتوا هتطولوا شوية في المشوار. فما تاخدوش من اسعار اول محل، او ما تشتروش من اول محل يقابلكم. اصبروا اسمعوا الاسعار وشوفوا قارنوا ما بين الخامات والاشكال، وبعد كده ارجعوا اشتروا اللي انتوا عايزينه. دي بقى فروع الزينة موجود منها في الشارع كله، ما بين القماش وما بين الورق. بيتراوح سعرها من حوالي من 10 ل 15 جنيه. وده ستيكر بيتلزق على المطبخ على الترابيزة. بصوا بقى طقم الفوانيس ده ترندي جدا السنة دي، في منه احجام كتيرة. ده لقيته عند اول محل اللي انا بقولكوا عليه، لقيته عامل 750 جنيه. لما دخلت قدام شوية عايزة اقولكوا لقيته في محل تاني ب600 جنيه. دي طبعا ده كلام التجار من غير فصال ومن غير اي حاجة. يعني اعتقد لو كنت دخلت لجوه كمان شوية كنت ممكن الاقيه اقل. عجبني اوي الفانوس الملون ده اللي هو على البوف ده. ده لقيته عامل 950. والطبالي دي عجبتني قوي كديكور، شكلها حلو جدا. الفانوس الكبير ده عايز بقى ايه، يعني تبقى الريسبشن كبير كده ويتحط مثلا على السفرة عشان ما يبقاش ضخم ويسحم الدنيا. العلاقات دي برضو حلوة قوي لمدخل الشقة مثلا او للمطبخ او لأوضة الاطفال. دي كانت عاملة حوالي 45 لانها وشين ونزل منها دلايات كده. ده الحجم اللي انا بقول لكم عليه 950. هو كبير ما شاء الله، كبير حلو، شكله حلو جدا على الحقيقة يعني. ده برضو شكل تاني من العلاقات اللي انا بقول لكم عليها، تقريبا كانت بفرنج 45-50. برضو دي لقيتها يعني في معظم المحلات نفس السعر اللي انا بقول لكم عليه ده، بس هو الهلال حجمه كبير ونازل منه دلاية كده مكتوب عليها رمضان كريم. في منهم اشكال كتيرة جدا. بصوا برضو اللي نازل ترندي قوي السنة دي القلل دي الملونة، شكلها حلو قوي. طبعا فنانيس وعيلته دول ماليين مكتسحين السوق. بس الحاجات دي عشان فخار في منها بورسلين سعره غالي، يعني القطعة بيبقى حجمها صغير، بتلاقيها مثلا بدأت من 120 وانتي طالعة. فممكن الحاجات دي انتي يعني التمرية دي لقيتها ب170، ده تقريبا ب250 اللي هو الكبير قوي، او ب280 مش فاكرة بصراحة، لان انا الحجم الكبير ده ما كنتش مستلطفاه قوي. انا عاجبني اللي هو الحجم الوسط، والحاجات الصغيرة دي كديكور كده نحطها معانا في المطبخ او على ترابيزة الصالون كتمرية مثلا اللي انتوا شايفينها دي. وبصوا في شكل تاني برضو عجبني قوي اللي هو الهلال ده بيتحط فيه مكسرات بقى تمر، يتحط معاكم على السفرة كده، بيبقى شكله شيك قوي وشكله حلو وجديد. افكار جديدة يعني نقدر نجدد بيها من بيتنا ونستقبل بيها شهر رمضان المبارك بحاجات حلوة كده تفرحنا وتفرح البيت وتفرح الاولاد. بصوا اشكال كتير قوي صورتها لكم كلها عشان بجد يعني بصراحه السنه دي هو احلى حاجه موجوده في السوق. اشكال فنانيس باشكالها والوانها زي ما انتم شايفين. بصوا صواني مثلا تحط عليها كوبايه شاي، كوبايه عصير، تحط عليها تمر زي ما قلت لكم. في نزل منها المباخر. جوه بقى المحل، كل ده احنا لسه في المحل الاولاني. جوه المحل بقى فيه التشكيله بتاعه الفوانيس دي، شكلها حلو جدا جدا جدا، عجبوني قوي. اللي هو انا بحب الستايل الفوانيس الاسلامي ده، شكلها حلو قوي. هو معدن بس خفيف مش تقيل، يعني ما تخافيش وانتي ماسكاه كده ان هو مثلا ممكن يقع من ايد الولاد او من ايدك فيتكسر. وفي الاشكال دي برضو بيتراوح من 150 ل180 ل190 حسب الحجم وحسب الخامة بتاعته. ما سألتش بصراحة عن اشكال كتير عشان انا كان عاجبني حاجات معينة بس. ويعني مش كل حاجة كنت بسأل على سعرها، كانت الحاجات اللي بتعجبني بس هي اللي بسأل بصراحة عليها. الفوانيس الخشب دي نازلة موضة حلوة قوي برضو كتيرة. وبصوا ده طقم تاني من الفوانيس او حجم تاني، وده بقى شكل تاني منها، يعني شكل خماسي كده او سداسي بنفس السعر برضو عنده ب750. وقطع الديكور دي برضو حلوة قوي، في منها اللي بينور وفي منها مش بينور، يعني في منها بيتحط انوار وفي منها لا بيتحط كديكور بس كده. والعلاقات دي برضو لقيتها حلوة قوي باحجامها، الواحدة ب50 جنيه. وده مفرش سفرة كبير كتان حلو قوي، ده كان عامل 150. الصواني بقى للناس اللي بتدور عليها والدوارق بتاعة العصير.
والكوبايات ده كان طقم على بعضه عامل 75 جنيه، ده بالصينية. اللي من غير الصينية عامل حوالي 40 أو 45، حسب. لو الكوبايات بإيد ب40 جنيه، لو من غير إيد ب45. العكس، لو بالإيد ب45، من غير الإيد ب40، أنا آسفة. وبالصينية الطقم كامل بالصينية عامل 75 جنيه. ده بقى محل تاني كده على ايدكم الشمال وانتوا وداخلين برضو الشارع. عجبوني قوي الحاجات دي، بس احجامها ضخمه كده، عايزه محلات بقى، عايزه زي ما قلت لكم الريسبشن عندكم يبقى واسع، شكلها حلو جدا. الشفاشق والصواني دي منتشره جدا هناك، هتلاقوها كتير وهتلاقوها باسعار متفاوته. فزي ما بقول لكم ما تحاولوش ان انتوا يعني ما تستسهلوش طالما رحتوا المشوار ده، يعني استنوا شويه وشوفوا الاسعار، واللي يناسبكم اشتروا منه. بصوا، غير البوفات اللي موجوده من السنين اللي فاتت، السنه دي بقى لقيت البين باجز دي بس صغيره كده، شكلها حلو قوي باشكال رمضان. والكوشنز طبعا باشكالها وخاماتها والوانها، عندهم كل الحاجات اللي تتخيلوها. بصوا ده الستان، وفي اللي هو بيبقى محشي من جوه فايبر كده، وفي تقدري تاخديهم ساده. لو انت عندك المخدات تقدري تاخديهم ساده وانت تركبيهم بس في البيت. وفي بقى الكوسترات دي على شكل اشكال رمضان وللعيد الفطر المبارك، ربنا يعيد علينا الايام بخير يا رب. وفي بقى زي ما قلت لكم الكوشنز كتير جدا واشكال كتير قوي. بصوا بقى، ده محل كده دخلته بعد المحل اللي انا صورت لكم فيه على ايدكم اليمين، ده محل بتاع الاستاذ نور. عنده بقى عايزه اقول لكم احلى تشكيله كوشنز ومفارش ورنرات، والخامه بجد انا بجد كنت مبهوره بالخامه، حلوه قوي، مش زي الحاجات الشعبي اللي موجوده او مش زي الحاجات المنتشره. وعايزه اقول لكم الاسعار بجد خياليه. يعني انا عايزه اقول لكم المفرش اللي انتوا شايفينه ده عامل 100 جنيه بس، وموجود منه نفس الكوشنز تقدروا توفقوها مع بعض، وموجود رانر تقدروا تعملوا طقم كامل مع بعض، كل حاجه منهم ب100 جنيه. يعني المفرش المربع ده متر في متر ده عامل 100 جنيه، والطويل اللي انا هوريه لكم دلوقتي اللي هو هيفرده لكم ده، بصوا ده عامل برده 100 جنيه. ده ترابيزه الصالون، ترابيزه الانتريه، شكله حلو جدا، وتقدري تحطيه برده على السفره. لو انت السفره عندك حجمها مش كبير قوي، او انت بتحبي القطع الصغيره. بصوا، وخامه الرانرات بتاع الكوشنز بتاعته حلوه جدا، انا ما لقيتهاش بصراحه عند حد. هي مش قطيفه، بس عامله زي الكتان الناعم. خامه انا مش قادره اوصفها لكم بصراحه، انا مش عارفه اسمها ايه، بس حلوه جدا وناعمه جدا وراقيه قوي. يعني الخامه باينه انها نظيفه والبرنت بتاعها نظيف، اشكال كتيره جدا. بصوا بقى، ده المفرش الكبير بتاع السفره ده عامل 250 جنيه، نفس الخامه اللي بقول لكم عليها، هي خامه الرانر والمفرش المربع والصغير والكبير وكله، وخامه الكوشنز. وعنده طبعا الاشكال الستان العاديه، وعنده القطيفه برضه، يعني عنده كذا خامه حلوين جدا. وكان قايل لي ان هو لسه في بضاعه هتنزل تاني للناس بقى اللي خايفه ما تلحقش. دي كوسترات الشاي بس الاسعار كوكي وبعد كده هرجع لكم. بيس ب2 35. حلو، تمام. ده ممكن تستخدميه كوستر، والظهر بتاعه فيه الامكانيات اللي ممكن تستخدميه مغناطيس ثلاجه. ده ايوه، حلو قوي ده، برضه المغناطيس اهو، وجديد مغناطيس ثلاجه. وده مش ترندي، مش الحاجات الشعبي. ده ب 30 جنيه برضه، القطعه كلها مغناطيس، مش حته مغناطيس من ميتال بره. كلها مش خشب. عندك الفانوس الصغير النحاسي حلو ده قوي برضه. بصوا اشكال كتير، عنده اشكال كتير برضه، منها بكار وفنانيس. في برضه مغناطيس ثلاجه، عامله زي الطبق. ايوه ده مغناطيس ثلاجه، ده ب 25 جنيه كارت. تمام. انت ما قلتليش بتاعت التلاجة دي المغناطيس ده بكام؟ 30. تمام. ده صاج 25 صاج. نفس الماتيريال اللي الكوسترات دي. اهي دي كوسترات برضو بتاعت كوبايات. بصوا، مش خشب ومش بلاستيك، ده ب 10 جنيه معدن. دي الواحده ب10. في منه برضه بصوا الصينيه، اشكال كتير. حاسب يا حمزه العربيه. الصينيه برضه دي بكام دي؟ دي 75. 75. دي غير البلاستيك اللي منتشره. البلاستيك ده. بصوا اشكالها برضو في كذا شكل منها كتير، تقدري تختاري اللي انت عايزاه. ودي برضو كسرات خشب بقى. ده كوستر 2 اهي. كام ده؟ ده ب 20 جنيه. ده عامل 20. الكوستر برضه ده كده 6 على بعض. ده
اه 35. ده ب35. بصوا النوتس بتاعت اشكال رمضان شكلها حلو قوي. وبتاع المصحف ده بكام؟ المصحف ده ب 30 جنيه. لا يستحمل. متين؟ يستحمل. يعني يمسك مصحف الكبير؟ مش هيمسك المصحف الكبير. والاشكال بقى الخزف بتاعت فنانيس دي كام؟ يعني الاشكال بتاعت الفانيس بتبدا من 100 جنيه معاك لغايه 300 جنيه. من 100 لغايه كل حاجه على 300. حسب سعرها. دي ب 100 يا ماما. والحجم الكبير منه؟ الكبير ده ب 250. ده والوسط طيب اللي هو في النص دوت. ايوه اللي هو فنانيس ده اللي جنب العروس دوت ده ب 240. ايوه. دي كلها صورة واحدة ولا مختلفة؟ لا بشكل الاشكال بتاعت طمطم بكام؟ 35. يعني دول كلهم بصوا الحصالات شكلها حلو قوي. فيهم اشكال كتير من تحت والوان. دي بقى الزينة، فروع الزينة. ده المتر بكام ولا دي كام متر؟ دست على بعض. اه يعني دي بره ما تخليش مع الاسعار مع حد. لسه بكام بقى؟ دي فيها كام متر؟ كيس الواحد فيه 5 متر حوالي 3 4 متر. 3-4 متر. دي ورق، دي مش قماش. اه في منه برضه ورق. وبصوا اشكال تانية. الحجم الكبير برضه الكيس ده بيعمل 100 جنيه. بس بيبقى في عندك فرداني يعني اديها قطاعي. على القطاعي السعر بيختلف. بكام بقى القطاعي؟ القطاعي مثلا الكيس الواحد يعمل 15 جنيه. اللي هو 3-4 متر. تمام. فاهماني؟ لكن اللي هياخد الكيس على بعضه الكيس ب 100 جنيه. طبعا اللي هياخد الكيس هيبقى اوفر له. ايوه. ودول بقى الميداليات دي ده كده دست على بعضيها 12 حته 12 25 جنيه. دي وش واحد. ايوه. في عندي حاجه زي كده وش وظهر. وش وظهر حلوه دي قوي. 35. والفوانيس في عندي من الكيس ده برضه ب 35 دي جنيه. هدايا بقى لو عايزين تهادوا حد تبقى حلوه جدا. والصواني بقى البلاستيك دي صواني البلاستيك 40 وده برضه 40 30 25 25. بصوا احجام والبلاستيك بتاعها حلو مش مطاري قوي بس دي بلاستيكها اقوى. بصوا في الحجم الكبير ده وفي الوسط ده مش صغير يعني. وفي برضو الوان واشكال كتير طبعات كتير. دي مفارش بقى ترابيزات عاديه. مفارش ترابيزات في منها متر ونص وفي منها 2 متر وفي منها 2 متر ونص. المتر ونص يعمل 50 ال2 متر ونص يعمل 65 2 متر ونص 75. في فوق اسينا برضو قماش. دول القماش في عندي حاجه ل 5 متر في عندي حاجه ل 10 متر. 5 متر بيعمل 10 جنيه وال 5 متر ب 10 جنيه وال 10 متر 15 جنيه. 15 تمام. في عندي منه شكل فانوس شكل مثلث زي كده. ولا فرع الزينه مربعات ده برضو ده 5 متر. ده كبير ده. كبير قوي. ده للمحلات بقى 15 جنيه كيس. والعياشات دي حلوه برضو. دي عامله كام؟ 25. والصواني الخشب دي صواني الخشب دي اللي هو الميجوز مع بعض ديت 120. في عندي منها الفرداني 90 جنيه. الفرداني نفس الحجم. نفس الحجم خشب طبعا. دي حجمين مع بعض كده. واللي جوه ده اللي عامل زي الشمع ده ايه؟ هي ده شمع ومنها تستخدمها اباجوره. تحط فيها جوه منها الشمعة الالكترونيه بتنور كل اللي جوه ده. دي حلوه قوي. دي بكام دي؟ دي تعمل 50 جنيه. 50. دي بقى الاسعار اللي انتوا سمعتوها دي موجوده المعظم اللي موجود في المكان. كل ما بتخشوا لجوه زي ما قلت لكم بتلاقوا ارخص بس الاذواق بتختلف. ممكن حاجه تلاقوها في الاول ما تلاقوهاش فانتوا برضو اسمعوا للاخر وبعد كده قرروا هتجيبوا ايه. الاطباق الخشب دي بقى لقيت الثابت اللي هو من غير مش بيتخلع من بعضه يعني عامل 300 جنيه. يعني اللي متقسمه الصواني اللي هي المتقسمه الخشب دي عامله 300. وهوريكم واحده تانية معاها اطباق تسالي صغيره بتتفصل عنها
يعني دول 300 كلهم ثابتين، بعيدا عن طبعا سعر الشفاشي اللي انا لسه قايله لكم عليه، بس ده مش محل تاني، كنت بسأل برضه على الاسعار. دي عامله 300 عشان متقسمه منها فيها، مش بتتخلع من بعض، ما فيهاش قطع زياده يعني. اللي عامل حوالي 450 دول الصينيه الثابته، ودول بقى بيتخلعوا للتسالي من بعض. اسعار الخشب طبعا بتبقى غاليه لان حسب جوده الاطباق نفسها والجوده اللي انتوا بتستخدموها، فدي طبعا حسب ما انتوا عايزين. بتمشوا بقى لجوه كده في اللي هي المحلات بتاعه القماش الخياميه دي والمفارش الحراريه والفوانيس. عجبني قوي ولفت نظري المحل ده، حلو قوي، بيبيع حاجات زمان القديمه اللي نقدر نستخدمها دلوقتي كديكور. لمبه الجاز دي شكلها عجبني قوي، دي الواحده عامله 100 جنيه. في منها الازرق وفي منها البينك، والسخانات اللي انتوا شايفينها دي حلوه قوي برضو. بس انا بصراحه ما سالتش على الاسعار غير سعر لمبات الجاز دي عشان شكلها عجبني قوي. بصوا بقى فروع النور كتير قوي، وبصوا ابتدوا يعملوا خيام كده فيها رنرات برضو وازايز واطباق وكوشنات وعياشات وحاجات كتير. بوابة المتولي بصوا بقى تفضلوا ماشيين اول ما هتخشوا على الشمال في الفرش ده بيدخلكم بقى على الغريب برضه، لكن لما تخشوا شمال بيدخلكم على الغريب، لكن لما تدوا ظهركم بوابة المتولي بكام التلاتة دول؟ هو دي بقى 3 بكام؟ الخيامات 3 فوانيس. ده المحل اللي قلت لكم عنده 600 الفوانيسه دي نفس اللي شويه. بصوا نفس اللي شفناها هناك، دي عامله 600 3 مع بعض ب 600. انا ما كنتش دخلت بقى جوه قوي فما عرفتش بقيه الاسعار، وهم ده حجم اكبر شويه، حجم الاكبر منه. ما سالتش برضو عليهم، انا بس زي ما قلت لكم على اللي انا ببقى محتاجاه بصراحه. برضو عجبني عنده قوي شكل الفوانيس واسعارها معقوله برضو شويه، يعني اللي انتوا شايفينه ده قدامكم ب 150 واللي جنبيه ب 200 وفي واحد جنبه 190 برضه. وعنده الصواني الترند الجميله الستانلس دي عنده. وطعم الصواني ده عامل كام؟ الاثنين عاملين تقريبا 750 والواحده لوحديها تقريبا عامله 650. وموجود برضو عنده الشمع اللي هو عليه البرنت الاسلامي ده، ينفع جدا لرمضان والغير رمضان، ممكن تلاقوا اشكال تانية تنفعكم لغير رمضان. دي عنده الشمعة ب30 جنيه مش ب50 زي ما شفنا برضو زي ما قلت لكم في المحل الاولاني. وموجود عنده دي ب40. دي بقى الحروف اللي بره دي ميتال، ده بلاستيك كده قوي وبتحط من جواه شمعة الكترونية كده بتنور زي الشمع اللي احنا بنجيبه ديكور من المحلات الغالية قوي يعني. بصوا هي دي بقى بوابة المتولي. بس كده يا حلوين، جولة النهاردة خلصت، يا رب تبقى جولة خفيفة عليكم واستفدتوا منها وعجبتكم وخفيفة على قلوبكم. يا رب الفيديو يعجبكم. لو انتوا اول مرة تشوفوني انا شيماء ودي قناتي، ما تنسوش تنزلوا تعملوا لي لايك بسرعة على الفيديو، تعملوا لي كومنت حلو كده، وربنا يبلغنا رمضان يا رب ويتقبله مننا. وان شاء الله استنوا الفيديوهات اللي جايه، واستنوا الفيديو اللي جاي هوريكم بقى انا اشتريت ايه، وبعد كده نفرشهم مع بعض ونفرح بوجود رمضان وربنا يتقبله مننا باذن الله. وان شاء الله الفيديو يعجبكم زي ما قلت لكم، وما تنسوش اللايك وما تنسوش الكومنت، واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، مش هتاخر عليكم.